السلام عليكم. جيت نوضح في هذا الفيديو على واحد سوء تفاهم بيني وبين بعض الاشخاص على احسن تامين اللي تقدر ديرو للسياره ديالك. ولقيت بزاف ديال لي كومونتير او التعليقات كيقولوا بانني انا غير كنقول هضره خاويه وغير كنهضر هكاك. انا نهضر معكم على حسب التجربه ديالي وغادي نجاوب هذوك التعليقات اللي كتبوها بعض المتتبعين. قالوا بانني انا ما عطيتهمش تامين او الشركه. اول شيء انا ما كنديرش الاشهار للشركات. انا هاد القناه ديالي ما كدير لا اشهار لا والو، كتعطي غير معلومات فقط، وباغي الناس يستافدوا من الاخطاء اللي وقعت فيها. بالنسبه للتامين ما يمكنش لي نقول لكم الشركه والشركه لا، حيت كاينين بزاف د الشركات وكل شركه عندها الخصوصيه ديالها. ولكن اهم حاجه لا تشوف في التامين اللي هي سيرفيس كليون، كيفاش يتعاملوا معاك اول مره، واش غادي يعطيوك المعلومات كامله، واش غادي يوضحوا لك انواع التامينات، واش غادي يعطيوك العروض ديال جميع التامينات او طرق التعويض الى غير ذلك من المعلومات. اذا ما يمكنش لي انا نحكم على تامين فقط بالاسم ديالو، حيت راه تقدر تمشي لشي تامين وما يعرضوش عليك جميع العروض وجميع الاشياء اللي تقدر تستافد منها في داك التامين، وفي الاخر غادي تقول هذوك صحاب التامين اشخاص ما مزيانيش. وكبعض المرات تقدر تمشي لشي تامين وغادي يستقبلوك وغادي يعطيوك. اهم حاجه اللي غادي نقول لك في التامين، الا بغيتي دير تامين او تختار شركه تامين، انت عندك كامل الحريه فاش تختار الشركه اللي بغيتي. معناها حتى واحد ما غادي يبزز عليك شي شركه، وانا بدوري ما نقدرش نعطيكم شي اسم خاص بشي شركه او ندير الاشهار لشي شركه. انا حسب التجربه ديالي انا مع شركه محدده، حيت ما يمكنش ندير الاشهار هكاك. المهم، اهم حاجه فاش كنت درت واحد التامين للسياره اللي هو دوماج كوليزيون، كان وقع لي واحد الحادث. ولكن فاش وقع لي داك الحادث كنت مشيت عندهم، ولكن شنو السبب اللي خلاني نمشي عندهم بعد الحادث اللي وقع لي؟ باش يزيدوا يوضحوا لي واش هذاك الحادث واش كيتعوض في دوماج كوليزيون. تصادفت بانني تلاقيت بواحد سيرفيس كليون اللي هما ما كيعطيوش الوقت، ما كيتعاملوش، ما كيشرحوش ليك. اذا فاش كتمشي شي تامين اول شيء اللي هو خصهم يشرحوا ليك، وهذا الشيء اللي ما داروش معايا، الشيء اللي خلاني انني نسحب داك التامين من عندهم مباشره، مع العلم ان الشركه اللي كنت داير معاها التامين هي شركه عالميه ومعروفه في العالم كامل. اذا اول شيء هو خصك او خاص يكون سيرفيس كليون مزيان، كيعطيك كامل الوقت ديال الشرح، كيشرح مزيان العروض ولي زوبسيون في التامين. اول شيء هو غتمشي عند سيرفيس كليون غتقول لي شنو هما العروض والاثمنه ديال التامين وكيفاش نقدر نزيد لي زوبسيون او العروض ديال التامين ويتقام عليا التامين رخيص في السياره. كاين بالنسبه للتامين كاين تقريبا 3 ديال الانواع اللي متعارف عليهم عالميا، اللي هما دوماج كوليزيون، اللي هما كاين عاوتاني ار سي، وكاين اسيرونس تو ريسك، التامين الشامل. بالنسبه لاسيرونس تو ريسك باش تكونوا عارفين، السياره الا فات 5 سنوات راه ما كتبقاش تعوض في لاسيرونس تو ريسك، باش تكونوا عارفينها، بلا ما تمشيو عند لاسيرونس وتقول لهم او تكون السياره ديالكم فايته 5 سنوات وتقول لهم بغيت نتعوض او بغيت ندير العرض ديال اسيرونس تو ريسك. خاصها تكون السياره ديالك ما تجاوزاتش 5 سنوات. هذا المسمار طرقناه. ثاني شيء كاينه دوماج اي كوليزيون. هاد دوماج كوليزيون باش نشرح لكم باش تفهموها، دوماج كوليزيون هو واحد لاسيرونس كتعطيه لك شركه التامين اللي كتعوض فيه في حاله كانت حادثه مع شي سياره اخرى، سياره وتكون مرقمه. الا كانت حادثه وهذيك السياره خصك تكون درتي معها كوسطا او حضر الكوستاتور بيناتكم باش يقيد لا سينيستر، هذه متعارف عليها. بينما الا كانت السياره صدماتك وما لقيتيهاش او ما عندكش الماتريكول ديالها او رقم سميتو ديالها، كاينين دي زوبسيون اخرين
اللي هو واحد كدير كوسطا غيابيه، كتحضر كدير محضر في الشرطه بانك درتي كوسطا غيابيه، ولكن هذيك ما كتكونش بزاف. اهم حاجه هو لاسيرونس دوماج كوليزيون، هو كيعوض فقط الا كانت حادثه بينك بين شي سياره اخرى. الا وقعت شي حادثه مع الحيط، قصيت السياره ديالك مع الحيط، او قصيها هبطات بيك زلقات بيك شي بلاصه الى غير ذلك، راه ما غاديش تعوض في دوماج كوليزيون. كالتعويض كاين فقط في لاسيرونس تو ريسك، باش تكونوا عارفين. كاينه ليرسي. ليرسي هي لاسيرونس الاجباريه اللي كتكون في المغرب. هاد لاسيرونس ارسي هي ارخص اسيرونس وارخص اوبسيون اللي تقدر ديرها في لاسيرونس. هاد الارسي كتكون رخيصه شويه بالمقارنه بالاسيرونسات الاخرين الجوج اللي قلت لكم في بدايه الفيديو. لاسيرونس ارسي كاينين واحد الطرق باش تزيد التعويضات في لاسيرونس ارسي. اذا اول حاجه خصو يكون هذاك الشخص اللي يامنك خصو يعطيك الوقت باش تزيد هذوك لي زوبسيون او التامينات تزيدهم في على ديك الارسي باش تقام عليك رخيصه. اول شيء غادي تلقاه هذاك السيد اللي تواصل معاك، او الشخص اللي كيكون في لاجونس ديال التامين، غادي تقول ليه بانني عندي ندير ارسي وغادي نزيد معاها لاسيرونس ديال الزاج. مفهوم؟ يمكن لك تزيد معاه عاوتاني لاسيرونس ديال المحامي. لو وقعت شي حادثه قصي شي شخص او غير ولا شي حاجه، كيعطيوك واحد المصاريف ديال المحامي اللي كتقدر ب 10000 درهم الى غير ذلك، من على حسب التامين انت اللي داير. المهم باش تكونوا عارفين، لاسيرونس ار سي راه يمكن لك تزيد فيها بعض التامينات زايده فوق داك لاسيرونس العادي او الاجباري، ولكن اول شيء خصو يكون الشخص اللي في التامين او سيرفيس كليون، الشخص اللي كيتكلف لك كيعمر لك داك لاسيرونس، خصو يكون كيتواصل معك ويشرح لك مزيان، يشرح لك مزيان لي زوبسيون ديال لي زاسيرونس. المهم بالنسبه النقطه الاخيره اللي بغيت نقول بالنسبه للاشخاص اللي قالوا لي علاش ما قلتيش لينا الشركات اللي نقدروا نديروها. دابا حاليا ولات واحد المنافسه قويه بين جميع الشركات، باش تكونوا عارفين جميع الشركات كتعوض، ولكن اهم حاجه هي ديك الورقه اللي كيعطيوك. خصك تكون تطلع عليها مزيان، قول لي قراها ليا وشرحها ليا مزيان، شنو فيها، شنو زايد فيها، شنو ناقص فيها، فهمتي؟ شنو هي القيمه ديال التعويضات القصوى اللي نقدر نوصل ليها الا كانت عندي حادثه. اذا ان شاء الله نشرح لكم المزيد من المعلومات في التامينات. الا كان عجبكم الفيديو حاولوا ديروا تعليق، اللي عنده شي تساؤل يديروا في التعليقات، وكنشوفكم الناس اللي كديروا تعليقات سلبيه، انا كنتظر فقط الاسئله. المهم كان معكم عبد الكريم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.